بونجور، سلام الله، اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب المو. يوم المعركه، يوم الملحمه، يوم مباراه السيتي وارسنال. هنشوف ارتيتا وجوارديولا عملوا ايه في الملحمه التكتيكيه. هنتكلم برضو عن مباراه الليفر وبرايتون والاهلي والاسماعيلي. اسفين على ان الحلقه دي هتنزل متاخر، والله العظيم بعد ما الحلقه صورتها لقيت ان الصوت ما كانش شغال. فيلا بينا قبل ما نبدا، يا ريت لو انت مش عامل اشتراك تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي، وانت تعمل اشتراك تحط لنا لايك على الفيديو وتقول لنا رايك عن الحلقه في كومنت. واي لينك من لينكات القناه السوشيال الخاصه بيا هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. يلا بينا. البدايه طبعا كله يقطع في الحارس رايا، حارس ارسنال اللي كان سبب في خطا كان هيهدى الفاريز جون. بس انا معجب باختيار بارتيتا الرايا لقدرته على الخروج بالكوره. ليه رايا كان اختيار موفق لارتيتا؟ على الرغم ان رايا بيتاخر في الخروج بالكوره رغم انه بيلعب برجليه كويس، فارتيتا كان عايز لعيبه السيتي تعمل هجوم متقدم على رايا، دوت هيتسبب ان هو يفضي مساحه في نص الملعب لمصلحته. لكن جوارديولا ما بلعش الطعم. جوارديولا كان بيعمل هجوم متقدم بس على لعيبه السيتي، يعني اول ما الكوره تخرج من حازه رايا كان بيبدا جوارديولا في الضغط. تاني اختيار موفق لارتيتا هو جورجينيو اللي لعبه على حساب بارتي. جورجينيو اللاعب اللي بيستحوذ على الكوره لفتره طويله وبيقدر يخرج من الضغط. وفي بعض الاحيان كنا بنشوف اوديجارد اللي كان بينزل يستلم مع جورجينيو وبينقل الكره على الاطراف. كوفازيتش اللاعب اللي يستحق الطرد، اللاعب اللي دخل على رجل روديجر بدل المره 2 وكانت ممكن يسبب قطع الوتر الاخير لروديجر. احنا عارفين اي حكم بيشوف الكره ديت بيطلع الطرد على طول، لكن احنا عارفين ان في تحيز للسيتي. حتى السنه اللي فاتت رودري كان يستحق الطرد قدام الارسنال وما اتطردش. رودري اللي غيابه في الماتش دوت اثر على السيتي عامه وعلى تشكيله بيب جوارديولا. زي ما احنا شفنا ان التشكيله اللي اتحجمت على دور برناردو سيلفا اللي كان بيلعب ارتكاز. فعلا دي استفهام عايزين نسال فيهم. ليه ريكو لويس لعب على حساب ماتيس نونيز، وليه ما لعبش بجون ستونز في مركز الارتكاز رغم ان جون ستونز لعب السنه اللي فاتت في دوري الابطال في مركز الارتكاز وابدع فيه؟ الشوط الاول كان باين ان السيتي احسن من الارسنال رغم انعدام الفرص الخطيره للفريقين. الشوط الثاني الارسنال كان بيضغط على لعيبه السيتي وحاولوا يتسببوا في خطوره، وزي ما شفنا ان خطوره ارسنال شفنا برضو قله جوده ديكيتيا مهاجم ارسنال، وطبعا شفنا غياب ساكا اللي اثر قد ايه على الجبهه اليمين لارسنال. ولو كان ساكا موجود كان هيسبب خطوره اكتر من كده، اكتر من جابرييل خيسوس. وشفنا نزول مارتينيلي اللي شقلب الماتش وزود الضغط على السيتي من الجبهه اليمنى، ومارتينيلي هو اللي جاب الجول للسيتي. والمباراه بعد حرب تكتيكيه بتخلص بارتيتا بيقول لجوارديولا انا اللي فزت بالمباراه وخدت 3 نقط، وكده ارسنال بتكون هي الاولى في البريمير ليج. ومن البريمير ليج هنكمل برضو في البريمير ليج، مش هروح في حته. هنتكلم دلوقتي عن ماتش ليفربول وبرايتون. ليفربول بقياده يورجن كلوب وبرايتون بقياده ديزيربي. الفريقين لعبوا بالتشكيله المعتاده زي ما احنا شفنا وعارفين ان برايتون على طول بيبدا الهجمه من تحت. بدايه الهجمه من تحت حتى شفنا الحارس بتاعهم الاساسي من اول السيزون لغايه دلوقتي مفيش ولا ضربه مرمى لعبها طوليه، على طول بيبداوا من تحت. لكن الحارس الاحتياطي بيجيتش اللعب برجليه زي الحارس الاساسي دوت، كان بيأثر على بناء الهجمه وكان بيأثر على دفاع برايتون. ومع الضغط المستمر من لعيبه ليفربول ادى ان هم يقدروا يغلطوا دفاع برايتون وقدروا ان هم يجيبوا الجونين. الخطأ اللي واقف يورجن كلوب هو مركز الارتكاز. انت دلوقتي يا كلوب جايب اندو ليه؟ عشان هو اللعيب اللي بيلعب في المركز، هو لعيب الارتكاز صريح. فانت ما ينفعش تكون سايب لي ماك أليستر على الدايره لوحده. لو انت كنت عايز تلعب 4-3-3 كان لابد وحتما من نزول اندو. الشوط الاول كان خسران 2-1 للليفر. الشوط الثاني ما كانش فيه اي جديد غير اللي هو لويس دونك جاب الجون الثاني بعد متابعه من ضربه حره غير مباشره لسولي مارش. المتابعه اللي كان فيه سرحان وتوهان في قلب دفاع ليفربول. اما بالنسبه لضربه الجزاء بتاعت ميتوما فانا شايف انها ضربه جزاء. فان دايك الكره جت في ركبته، بعد كده ماشي احنا قلنا جت في ركبته بس بعد كده جت في ايده. نفس الكره ديت من قريب حصلت مع ناتشو في مباراه نابولي وحسب ضربه جزاء لنابولي. فانا شايف ان الكره كانت ضربه جزاء، لان انت لو بصيت على ايد فان دايك اليمين هتلاقيها في حيز جسمه، لكن لو بصيت على ايده الشمال هتلاقيها خارج الجسم. فانا شايف ان ده كانت ضربه جزاء صحيحه لميتوما، لكن الحكم ما احتسبهاش. ومن البريمير ليج يلا بينا نتكلم على الايجيبشن ليج ومباراه الاهلي والاسماعيلي. زي ما شفنا ان كل مره بيعمل لنا تشكيله غير وبيعمل لنا تشكيله جديده، زي ما بيقولوا توليفه كده. اول 10 دقايق شايفين الاهلي ماسك كوره ومستحوذ وبيقعد يعمل عرضيات، رغم ان لعيبه الاسماعيلي منحازه في النص الملعب بتاعهم، ال11 لاعب في نص ملعبهم.
لغايه ما بيجي الجون الاول من كعب معمول من امه اللي ندعي له ربنا يشفيه بعد التدخل اللي عمله، واحنا شايفين ان هو ماليش اي ستيل لازمه، بس حماس ملعب قدر الله ما شاء فعل. ترجع لنا بالسلامه يا امه. لعب الكره بالكعب لحسين الشحات، وحسين الشحات دخل بقى 18 وركنها ببطن رجله، جت في العارضه تردد لبيرستاو، بيرستاو حطها. الجول الثاني الاهلي اللي جابه حسين الشحات من اسيست من كوكا اللي لعب اسيست يدرس حاجه كده من ريحه توني كروس لوكا مودريتش. اسيست هو الاحسن في الدوري المصري لغايه دلوقتي بعد نهايه الشوط الاول 2-0 للاهلي رغم من الاستحواذ للاسماعيلي. الشوط الثاني كابتن عبد جلال كان نازل مستحوذ على الملعب، او كان ضاغط النادي الاهلي في نص ملعبه، او نقول اخر 30 متر من ملعبه، الموضع اللي كان بقالنا كتير قوي ما شفناش النادي الاهلي فيه. بس كابتن عبد جلال نجح ان هو يضغط النادي الاهلي، بس كان فيه تسديدات وفرص كتير، بس كل دوت ما ترجمش الاهداف. وبالتالي جه الجول الثالث للنادي الاهلي عن طريق بيرستاو، وبعد كده في وسط سرحان من دفاع النادي الاهلي قدر الاسماعيلي يجيب الجول الوحيد ليه، وبتنتهي المباراه 3-1 للنادي الاهلي. وكده تكون دي نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وتدونا لايك. نشوفكم الحلقه الجايه. دمتم